يا مساء الخير يا سكريتا قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عاملين ايه في الجو التلج ده وكمان في التوضيبات؟ واكيد شايلين بقى الفرش وكده. قولولي عاملين ايه في التلج اللي احنا فيه ده. بصوا الاكل الجو ده طبعا عايز شوية عدس كده حلوين، فانا بصراحة قلت ايه وانا بعمل شوية العدس قلت اصورهم معاكم. بصوا، مش بنقع العدس ولا اي حاجة، بس بغسله غسلة كده محترمة. وبعد كده بحط الخضار دوت: بصل وفلفل وطماطم وجزر وبطاطس. وبصراحة كمان لو عندي كوسة بحط كوسة. بحب احط الخضار في العدس كتير. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لكم. علشان بصراحة احنا بنبقى صايمين كتير جدا، فبنبقى خلاص بقى بصراحة على الاواخر القولون يعني بيستغيث بجد. فلما بحط معاه الخضار بحس ان هو بيقلل شوية ان العدس يتعبك. انا يعني اي خضار بقابله بحطه الصراحه. انا على طول بعملها كده. وبحب برضو احط فيه كوسه حلو، يعني لما بحط فيه الكوسه بيبقى حلو، او بكتر كمان فيه الكوسه. تمام. بصوا بقى، العدس من الحاجات اللي مقسومه نصين. قلت لكم قبل كده اللي متابعني، انا ما بغطيش على اي حاجه مقسومه نصين. وطول بصوا بقى، ما العدس ما هو بيغلي بحب اشيل الريمه من عليه. الريمه دي مش لازماني في اي حاجه خالص. وبسيبه بقى براحته مفتوح عليه، ما بغطيش العدس خالص، وبسيبه براحته خالص لحد ما الخضار وهو خلاص يستوي. وهو برضو بيتسلق كده بحب احط برضو التوابل بتاعه العدس معروفه جدا: ملح وكمون وكزبره بس. عايزة تحطي شوربة خضار حطي، مش عايزة براحتك. هي دي اللي بيتحط في العدس. وشوية زيت صغيرين طبعا وهو بيتسلق وخلاص. انا بقى استنيته اللي هو يبرد شوية، بعد كده ايه قلت اعمله في الخلاط. ما بحبش اعمله في الخلاط وهو سخن، يعني بصراحة بخاف، بحس ان انا بجازف يعني. فبسيبه شوية يبرد وبعد كده ايه اروح بقى ضربه في الخلاط. من الطريقة برضو اللي بحبها قوي قوي في العدس، بحب اصفيه. يعني بتفرق قوي في شكل العدس. وبموت فيه بالشعرية، بس للأسف المرة دي بقى ما عملتوش بالشعرية لحاجتين: اول حاجة ما كانش عندي، تاني حاجة الناس اللي هتاكل معايا ما بيحبوش الشعريه. فانا قلت بقى ايه خلاص، يعني مش هجازف وهنزل اجيب شعريه علشان خاطر ايه، كده كده هما مش بيحبوها. فخلينا نعمل شوربه عدس كده خفيفه وحلوه وخلاص. بس انا مدمناه بالشعريه. عدس بالشعريه ده بالنسبه لي في حته تانية. بصوا زي ما قلت لكم، بحب اصفيه قوي قوي قوي. لما بيتصفى العدس كده هتشوفوه دلوقتي بيدوكوا كده ملمس كده بصوا بيبقى حلو كده، بحس ان هو ناعم. ومش قادره اقول لكم الطعم كان عامل ازاي. وتملي الحاجات اللي هي زي الاكلات اللي هي الشعبيه، حلاوتها في بساطتها في موضوع التوابل بتاعها. يعني ما تكتريش بقى التوابل بتاعتها وكده. عايزه اقول شكرا 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 على الناس اللي دخلت عندي اشتركت جديد. ويا رب تكون القناة عجبتكم. بس سيبولي بقى تعليق، عرفوني بيكم عشان انا بحب اتعرف بيكم. آه، بس طبعا انتوا ايه شايفين انا بعمل ايه. انا عايزه اقول لكم انا عملت الريسبشن معاكم الفيديو بتاع امبارح، ومش قادره النهارده كنت اعمل حاجه، فقلت ايه اعمل بقى شويه العدس ده. بصوا انا عملت العدس تمام، بس ايه بقى كنت عامله مع يعني قبل كده بسارية، بس ما كنتش عارفه انزلها لكم في يوم ايه. فانا بصراحه قلت انزلها لكم مع العدس. بس البسارية كانت يوم تاني من قبلها باسبوع. تمام، فاكرين اليوم اللي انا عملت فيه السمك واشتريت فيه البسارية؟ كان هو بقى اليوم ده. فبصراحه صورتها بس ما يعني ما نزلتهاش، ما توفقتش ان انا انزلها في فيديو. فانا قلت ايه لما انزل لهم الفيديو بتاع العدس عشان هيبقى كده ايه صغنن وخفيف، فانزل لكم معاه البسارية بالمرة. بصوا انا كل حطة كده بحطها بصفيها. تمام.
بس. وبعد كده بحطه ياخد غلوة واحدة بس على النار، يعني اشوف القوام بتاعه. وانا قبل ما احطه في الخلاط بدوقه، بشوف بقى ايه التوابل بتاعته وكل حاجة. ليه بقى؟ علشان لو ناقصه اي حاجة كنت احطها في الاول قبل الضرب، علشان خاطر لما اجي اصفيه كل حاجة تتصفى البواقي بتاعتها معاها بالمرة. تمام. فهو كان مفهوش اي حاجة خالص، اللي هو يدوبك اديته غلوة بسيطة قوي. وبعد كده بقى ايه، غرفنا وكلنا. حمصت شوية عيش كده في الفرن، وقطعت بصل. انا بحب قوي 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 لما اقطع البصل احط عليه ليمون وخل وسماق. بحس ان السماق بينقل البصل في حتة تانية خالص. البصل الايام دي حراق جدا، قولولي مين بيشتكي من البصل؟ انا كل ما اخرط بصل بموت بموت بجد، وبحس ان انا مش قادرة اخد نفسي من كتر ما هو حراق قوي. فانا مش عارفة ده عند كله ولا هو بقى السوق بتاعنا هو اللي بيجيب الزرعة دي. بس انا بصراحة مش عارفة. انا بقالي فترة بجيبه بالمنظر ده، اللي هو حتى بيدخلوا عليا المطبخ يلاقوني مش قادرة اخد نفسي من كتر ما انا عمالة اخرط في البصل وبعيط. يقولوا لي في ايه؟ ايه هو كل ده من البصل؟ وعايزة اقول لكم شوية والبيت كله بقى يتملي بقى ريحة البصل. ف يعني انا لوحدي ولا في حد كده؟ قولوا لي يعني هو البصل كده مع كله ولا ايه؟ بصوا هنا بقى بوريكم بقى ايه. غرفنا قلنا ناكل. حمصت كده شويه عيش زي ما انا قلت لكم كده، وعايزه اقول لكم كنت بدوقه كان فظيع، كان فظيع بجد، وكان طعمه حلو. قومي اعملي عدس، قومي قومي يلا اعملي شويه عدس كده يدفوكي في البرد ده. بصوا بقى البسارية، انا زي ما قلت لكم دي كده قبلها، يعني ده فيديو تاني، بس انا قلت هحط المقطع بتاع البسارية دوت مع العدس. انا بعد ما غسلتها وصفيتها كويس قوي رحت ايه، بعد ما بصوا بعد ما المية بتاعتها خلاص يعني ما نزلتش ولا نقطة، رحت انا حطيتها على مناديل كده وفرشتها كده، ورحت غطيتها بمناديل برضو، ورحت دخلتها في التلاجة يوم كمان علشان خاطر برضو ايه اأكد موضوع اللي هي تنشف خالص خالص خالص. انا طبعا كنت غسلها معاكم ومظبطاها وزي الفل تمام كده. بصوا بقى بحط ملح خشن، وبحط شوية شطة، وبحط شوية بابريكا. تمام كده بس. انا عملت غلطة كده هقول لكم عليها. زودت البصل بصل ايه، عشان كنت بتكلم على البصل. زودت الملح بتاع البسارية فحدقت مني شوية، بس هي كده كده ليها علاج، يعني انا هشيلها من الملح وهحط لها شوية زيت خلاص هتبقى زي الفل. تمام. يعني هتشوفوا بصوا انا الكميه اللي انا عملتها ديت بشويه الملح بشويه البابريكا كانت حلوه جدا جدا على الحبه اللي انا هخللهم دولت كانوا نص كيلو. بصوا اكتر من نص كيلو، لاني انا كان معايا 20 جنيه وهي ب30 جنيه، فانا قلت له اديني بال20 جنيه، كان باقي السمك 20 جنيه، فقلت له هات بيهم بسارية. تمام. وهي اصلا الكيلو ب30 جنيه. بصوا اول حاجه برش رشه كده في البرطمان الملح بالشطه، وببتدي بقى ايه احط طبقات. تمام. بس حطي بقى كتير، يعني حطي بسارية كتير، بعد كده طبقة ملح، بسارية كتير، وحطي مش ما تبقاش طبقة رقيقة علشان خاطر ما تحدقش معاكي. ماشي. بصوا بصراحة انا اول مرة اعملها، بس بأمانة طلعت حلوة قوي وهكررها. يعني حلوة قوي. فطار بقى غدا، مش لاقي اي حاجة سندوتش كده، لا انا اغرمت بيها، اغرمت بجد بيها. بس بصوا البسارية عشان خاطر صغننة فلزقت في بعض، عشان كده بعد ما اتصفت لازم احطها في التلاجة علشان اديها زيادة تشميع، علشان خاطر هي اللازقة في بعض، فانا مش عارفة اللي هي تنشف. خلاص كده بس. قعدت قد ايه بقى؟ حطيتها بره التلاجة طبعا، يعني حطيتها في البرطمان دوت وسبتها على جنب. قعدت يومين بالظبط. بالظبط اليوم التالت فتحت عليها لقيتها استوت وزي الفل، ورحت خدت البرطمان كده دخلته التلاجة على طول. هو بقى البرطمان ده هيفضل جوه التلاجة، بس انا هعدل فيه شوية زي ما انا قلت لكم. هفضيها كده من البرطمان، وهحط لها كده ايه شوية زيت، وهشيل الملح اللي هو زيت كده منها،
وهحطها كده في نفس، يعني هرجعها تاني جوه البرطمان وهقفل عليها واحطها جوه التلاجة لحد بقى ايه ما تخلص. وغالبا هعمل كمية تاني، فلما اعمل كمية تاني بقى هبقى اصورها معاكم برضو. بس هبقى اصورها معاكم بقى بالطريقة المظبوطة. بصوا الكمية بتاعة الملح دي كانت مظبوطة قوي، بس انا عملت غلطة بقى، هي دي اللي ملحتها جدا. انتوا هتشوفوها برضو بعد ما حطيت الكمية وخلصت. وعلى الوش المفروض احط زيت. قبل بقى ما احط الزيت رحت حطيت ملح كتير قوي على الوش. انا كنت بصراحه خايفه عليها، فكنت عايزه من وش احفظها. بس اتاري كميه الملح اللي انا حطيتها من على الوش ديت ما كانش ليها اي لازمه خالص، فهي دي اللي حدقتها. انا قبل بقى ما اقفل البرطمان بحط شويه زيت كده على الوش واقفلها. عايزه اقول لكم دي اصلا ولا اسهل كمان من الفسيخ. يعني بصوا سهله جدا وما خدتش معايا وقت ولا اي حاجه ولا مجهود حتى. لا، حلوة حلوة حلوة، واحلى ما بنجيبوها من بره. والحقوا اشتروها الفترة دي لان هو ده الموسم اصلا بتاعها. ورخيصة جدا يعني ب30 جنيه. وعايزة اقول لكم برضو، بصوا الملح اللي حطيته يعني ما كانش ينفع. بس واكتبوا لي بقى كومنت حلو زيكم، علشان كده خلاص الفيديو بتاعي خلص. بس انا قلت انزل كده معاكم حاجة بسيطة علشان خلاص بقى هبتدي في المطبخ. وصلوا لي كده ربنا يقويني كده وابدا في المطبخ، عشان خاطر الجو برد قوي قوي. وشكرا على الناس اللي دخلت لي جديد، وبحبكم جدا جدا. ويا رب تبقى سنه سعيده عليكم، كل سنه وانتم بالف خير ومع السلامه. وبحبكم قوي 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 قوي. واكتبوا لي كومنت، ما تنسوش موضوع الكومنت ده. يلا، مع السلامه، اشوفكم بالف خير يا رب.